السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما كنا عملنا هذا لابياس، اليوم ان شاء الله راح نعملو هذا لابياس. الفيديو اللي فات كنا عملنا هذو ونعد لكم التشبيك كيفاش تشبكوهم. انا هنا ما شبكتهمش بالعاني باسكو مانيش راح نديرهم كول كاري، راح نديرهم مفروقين، يعني كل وحده وحدها. ها هما، لاحظوا النتيجة، هذه نتيجة العمل نتاع الفيديو السابق. بالنسبة للعمل اليوم راح نديروا هذه الوحدة اللي تشبه لهذه، ولكن اختلاف بسيط فقط في الحاشية وفي العقاش تاعها. اليوم راح نستعملوا هذا العقاش الرقيق. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. انا استعملت خيط مشعر وخيط مسلك بلوتو وخيط سامبل، يعني حرير سامبل وحرير مسلك. هكذا يمشيو مع بعضهم هكذا، والكروشي 1 مليمتر. وكالعادة نجيبو هذه الحلقة هذه تاع نيلون ولا اي حلقة عندكم. نبداو على بركة الله. عقدة البداية، نجيب الحلقة تاعي، ندخل هكذا الكروشي، نثبت الخيط. اول حاجة نثبتو الخيط، بعدها راح نجيب هذا الخيط نمشيه مع الخدمة، ندير سلسلة ونبدأ 24 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 ونكمل 24 غرزة حشو. هكذا كملنا 24 غرزة حشو. بعدها راح نروح للغرزة الأولى وندير منزلقة هكذا. الآن راح نطلع سلسلة وفي العين هذه الأولى ندير غرزة حشو هكذا. بعدها راح نعمل 1 2 3 4 سلسلة. لاحظوا 4 سلسلة. راح نجيب العقاش هذا الرقيق، هذا، ونبدأ نهز كل مرة عدد معين. تبعوا معايا، عندي أول حاجة 1 2 3 من هذا الأحمر هكذا. كاين بنات يلوحوا يديروا الخيط يديروا العقاش بليطو في الخيط ومن بعد يخدموا. هذيك الطريقة أنا ما نحبهاش، خاطر العمل يجي مرخي، ما تجيش الخدمه مزيره. لاحظوا لهنا كي ندير بالطريقه هذه تاعي راح يكون الخيط اللي فيه العقاش وراح يكون عنده سيبور من الوراء. شوفوا كاين زوج خيوط اللي حاكمينه من الوراء، دونك راح يجي مزير. باغ كونطخ كي ديري الخيط بالابره ومن بعد تمشي برك مع الخدمه يجي خيط وحده يجي مرخي. الان 1 2 وندير 3 من هذا الاصفر. الطريقه تاع العقاش كيما تحبوا. انا هنايا راح نديرهم لكم زي بعضهم هك بالطول، ولهنايا شوفوا درت وحده بوحده. بعد لهنا راح نروح مباشره للعين المواليه، يعني ما نخلف حتى عين ما بين العقاش لانه رقيق، يعني ماهوش اللي خشين يحب المكان. نزيد 1 2 سلسله. الآن راح ندير 4 من الأحمر، 4 من الأحمر، 2 3 4 4 من الأحمر، ونروح مباشرة للعين هذه. نسحب الخيط. شوفوا لهنا كي درت 4 جاو جوست مع الكروشي، يعني بالحيلة نجبدهم.
فوالا هكذا. بالحيلة فقط جبدوهم بيسك 4. لاحظوا كي يطلع العدد، لاحظوا كي يطلع العدد اوتوماتيكمون يطلع هذا المكان. الآن نزيد 2 سلسلة ونرجع ندير 3. 1 2 3 في العين الموالية هكذا، نسحبو ونغلقو هكذا. لاحظوا نزيد 2 سلسلة ونزيد 3 أحمر. هكذا لاحظوا درت 5 أعمدة. دركا 1 2 3 4 ونروح للعين الموالية وندير غرزة حشو هكذا. راح تكون لي المجموعة هكذا، المجموعة تاعي هكذا. لاحظوا هنايا فقط درت كعبة بكعبة، واحدة بيضة واحدة حمراء. شوف كيفاش خرجت النتيجة، ولهنا درتهم هكذا طوال. شوف كيفاش خرجت النتيجة. دركا البتلة الثانية 1 2 3 4 ونعاود كيف 3. لا ماشي ندير احمر. 3 احمر. 1 2 3. اللي تخدم بالعقاش هذاك الكاسي هذيك راهي تتحتم عليها. دخلوا اولا في الخيط خاطر الكاسي هذاك ما يدخلش في الكروشي. هكذا 1 2 زيد 3 ابيض. 1 2 دركا 4 احمر. 1 2 ندخلهم مليح باش يبقى لي المكان باش نسحب الخيط. هكذا تمام هكذا. الآن 1 2 ونزيد 3 أصفر. 1 2 ونزيد 3 أحمر. سحبت خيط واحد نعاود انتبهوا لازم تسحبوا الخيطين مع بعض. تسحبي واحد وتخلي واحد صاي راحت الخدمة. داكوغ هكا. دركا 1 2 3 4 في الاخر وغرزة حشو. لاحظوا ها هي النتيجة. ها بتلتين احنا خدمناهم زوج. نكمل الثالثة والرابعة ونرجع لكم. ها هي النتيجة. ها هم 4 بتلات تاعنا ولحقت لنهاية السطر. لهنا في نهاية السطر راح نجي لهنا لتحت ندير منزلقة
هكذا باش يتغلق لي مليح. ومن بعد نرجع لغرزة الحشو الأولى هذه، نزيد ندير عليها منزلقة باش تكون لي الخدمة متقونة. من بعد راح نروح للفراغ هذا الأول تاع 4 سلسلة، وندير غرزة حشو واحدة، 2 3 و4. ها 4. بعدها راح فوق العقاش نزيد ندير وحدة فوق العقاش. بعد في الفراغ هذا تاع 2 نزيد ندير 2 كامل غرز حشو واحدة، 2 نزيد فوق العقاش نزيد وحدة. تمام. نزيد لهنا في الفراغ وحدة، 2 وبعد فوق العقاش وحدة. لهنا لحقنا للوسط، لحقنا لهنا للوسط. لهنا كي نحقوا الوسط نديرو بيكو ندير وحدة، 2 3 ونجي لهنا لغرزة الحشو هذه ندخل هكذا الكروشي ونسحب كلش، يعني نسحب منزلقة هكا باش يجيني البيكو تاعي مزير. شوف احنا خدمنا غرزة الحشو فوق هذا العقاش تاع الوسط. الآن 1 2 3 ونجي الخيطين هذو تاع غرزة الحشو ونسحب الخيط ونسحبه مباشرة هكا باش نديرو بيكو هكا. الآن نرجع لهنا للفراغ ندير 2 حشو واحد فوق العقاش، نزيد 2 حشو، نزيد حشو فوق العقاش باش تتكون لي البتلة تاعي مليح. الآن 4 هذو الاخرين ندير فوقهم 4 حشو، 1 2 3 و4 هكذا نوزعهم مليح هكذا. الآن شتو الفراغ هذه غرزة الحشو اللي ما بين بتلة أو بتلة، هذه ندير فيها منزلقة هكذا، ندير فيها منزلقة. لاحظوا كيفاش تتشكل لي البتلة. شتو نعاودو ثانية فوق 4 ندير 4، 1 2 3 4، بعد وحدة فوق العقاش ونكمل. فراغ سلسلتين ندير فوقو 2 حشو، ثم حشو فوق العقاش، نزيد الفراغ ندير فيه 2 حشو وفوق العقاش حشو. لحقت للنص ندير البيكو 1 2 3 وندخل الكروشي هكذا ونسحب مباشرة. ها نزيد في الفراغ 2 حشو فوق العقاش وحدة، بعد 2 بعد وحدة، وبعد هذه السلسلة ندير فيها 4، 1 2 3 و4، وبعد لهنايا فوق غرزة الحشو هذه ندير منزلقة. تمام. نسحبوهم هكذا باليدين فقط. لاحظوا كيفاش تجي لابياس. لاحظوا لهنا اذا بغيتي تربطي ما بين وحده وحده نربطو في اماكن البيكو فقط، اماكن البيكو فقط اللي يجي فيهم الربط. ها بغيتي تربطي ربطي هنا وربطي لهنا، يعني لهنا كي نلحق البيكو ندير سلسله واحده ومن بعد غرزه حشو هنا ومن بعد سلسله ونربط البيكو تاعي، نزيد لهنا سلسله غرزه الحشو هنا وسلسله ونربط البيكو تاعي ونكمل. سهله مهله. درك نديرها لكم هنايا. هنا نبداو بتلة جديدة، 1 2 3 و4.
واحد، واحد، اثنين، واحد، واحد، اثنين، وواحدة في الوسط. الآن فهمنا المراحل. الآن شوفوا لحقت لهنا مثلا اني حابة نربط هنا، واش ندير غرزة حشو، غرزة حشو عفوا سلسلة، ندير سلسلة ونجي لهنا نهز هذه من الوراء هكا في الفراغ تاع البيكو، في الفراغ تاع البيكو. الخيط لازم يكون من هيك، دائما الخيط تحت الكروشي. نسحب غرزة حشو هكذا، تمام، غرزة حشو هكذا، ونعاود ندير السلسلة ونجي لهنا نغلق البيكو تاعي بمنزلقة عادي. ها هاي تغلقت، شفتوا كيف ما نزيد نكمل بدل الرابعة ونزيد نغلق لهنا، نكمل برك نكمل نخدم حتى لهنا. ها هي لحقت لهنا للبيكو الاخير، ربطت البيكو هذا لهنا يقعد فارغ، من هنا لحقت للبيكو الاخير. شوفوا واش نعمل، ندير سلسله ونهز البياسه الاخرى من الوراء هكذا، نسحب الخيط وندير غرزه حشو، بعد نزيد سلسله، ومن بعد نروح لهنا نعمل منزلقه. ها شفتوا الربط كيفاش يكون. الان واحد، اثنين، وحده، واحد، اثنين حشو، وحده، بعد ربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وغرزة منزلقة هنا، ونغلقوا العمل تاعنا هكذا. لاحظوا ونقصوا الخيط تاعنا عادي. لاحظوا النتيجة. ها هي النتيجة كيفاش يجيو مربوطين. حبيتوا ديروهم كل وحده وحدها وديروا الديزاين اللي حبيتوه ديروه. حبيتوا ديروا العقاش هكذا بالطول، لاحظوا كيفاش جا، وهكذا مخلط وحده بوحده، هاو كيفاه جا. لكم الاختيار. هكذا نكون كفيت ووفيت، والبنات ان شاء الله يتعلموا. قلنا هذه البياسه الاولى وهذه البياسة الثانية، ولكم الاختيار تعملوا البياسة اللي تحبوها. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.